توتر داخل برشلونة. هانز فيليك يثور على لابورتا بسبب فضيحة الجولة الآسيوية. في أجواء مشحونة خلف الكواليس، عبر المدرب الألماني هانز فيليك عن غضبه الشديد لرئيس نادي برشلونة خوان لابورتا بسبب الفوضى التي رافقت انطلاقة الجولة التحضيرية للفريق في آسيا. ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، لم يتمالك فيليك أعصابه خلال حديثه مع لابورتا قبل بدء الحصة التدريبية الأولى في اليابان، حيث بدا الانزعاج واضحا عليه في ظل برنامج اعتبره غير إنساني للاعبين. فريق برشلونة وصل صباح السبت إلى طوكيو ليجد نفسه في مران طويل دون راحة، استعدادا لأول لقاء ودي بعد أقل من 24 ساعة. الأمر الذي أثار حفيظة المدرب الألماني الذي يولي أهمية قصوى للجوانب البدنية والنفسية قبل الموسم الجديد. المثير أن هذه الفوضى جاءت بعد أيام فقط من أزمة كادت تتسبب في انسحاب برشلونة من مواجهة فيسيل كوبي قبل أن تحل الأمور في اللحظات الأخيرة. لكن يبدو أن الشرارة ما زالت مشتعلة في أروقة النادي الكتالوني.